يا يمن قول لنا موقف محرج حصل معك بمصر. يا ريته كان محرج، ده انا خدت فيه على بنت وسخ. كان صار لي شيء 5 ايام الي بمصر لسه جديد، وعم دور على شغل، بدي اشتغل، بدي ادفع ايجار بيت، بدي اكل نناه. فبيكلمني صاحبي احمد حمامه وبيقول لي بقول لك يا سوري في مطعم كبده عايز كاشير، يلا بينا. انا جاهز. ابني اعترف، عيب عليك. مش هتكسفنا؟ عيب عليك. اكيد عيب عليك. عيب عليك، كنت متعلمه الصبح بنفس اليوم وقتها مشان ورجيك انه انا صرت مصري اخوكم قبل يوم نتحمس رحت جايب الطقمايه اللي على الحبل لبستها، رحنا انا واحمد حمامه على محل الكبده نعمل له انترفيو. وصلنا هناك وصاحب المطعم اسمه عمي عطيه، قلت ادخل اسلم عليه بحماس، قلت له ازيك عمي عطيه، احلى مسا على فخادك. عم عطيه شخر لي. احمد حمامه كان بيعلمني حاجات اسلم بيها على الناس عشان يلبسني. ما علينا، عم عطيه طلع ابن حلال وعرف ان انا سوري وما اعرفش. قعدنا انا وعم عطيه، سالني سؤالين، كلمني كلمتين، عرف ان انا حرش وبتاع الراجل الصح في المكان الصح. قال لي عم عطيه يلا بينا نتكل على الله، تبدا من دلوقتي تعال اعرفك على المطعم والناس الشغاله هناك. قلت بس هي دي فرصتك يا من، اي حد بيعرفك على اسمه رد له اسمه بدلعه عشان يحبوك كلهم وتظبط الدنيا. فبيقول لي عم عطيه معاك شيف طاسه الكبده احمد، لك احلى حماده، ومدير قسم الصاله خالد، احلى خلوده، الاونر مانجر علاء، اخوي علوقه. يا ابن ما هو علوقه في مصر طلعت شتيمه، على حظ امي طلعت شتيمه. احنا عندنا في سوريا مش شتيمه، دي دلع علاء والله. علوقه طلع هنا شتيمه، انا مالي؟ طيب انا مش عارف، انا سوري. شلوط من هنا، قلم من هنا، بوكس من هنا. الحمد لله ما استفدناش. الحاجه الوحيده اللي استفدنا بيها انه ارض المطعم كانت وسخه شويه، كرامتي اتمسحت بيها عادي.